وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم سوف يعزز التنافسية ويستقطب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر التجاري. نظام الإقامة المتميز سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر. المملكة اليوم نسبة التستر زادت 46% في الربع الأول، وهذا سيمكن بعض الإخوة الغير سعوديين من ممارسة أعمالهم في وفق الأنظمة الموجودة في المملكة، وهذا سيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون واضح أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر، وأن نحد من التستر ونحد هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي. أيضا هذه ممارسة عالمية، هذه ممارسة في كل أنحاء العالم، والمملكة تستهدف إلى نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حامليها الإقامة لتمكنهم لإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء أوطاننا وبنات أوطاننا السعوديين، وبالتالي إن شاء الله يكونوا إضافة نوعية للبلد بإذن الله.